فتحت قناة شورتس عربية من فترة قصيرة، وبصراحة ما كنت أتوقع أبدا الأرقام اللي راح أشوفها. في البداية كنت أقول هل فعلا المحتوى العربي ممكن يحقق أرقام قوية على شورتس؟ فقررت أجرب بنفسي وأشوف إلى أين ممكن أوصل. وبعد ما بدأت أنشر بشكل مستمر بدأت المشاهدات ترتفع بشكل ما توقعته، وبعد الفيديوهات وصلت لأرقام خيالية مقارنة ببداية القناة. وصلت لأرقام خيالية بالرغم من أن القناة جديدة، والأغرب من كل هذا أن القناة ما كانت عندها جمهور كبير من البداية، يعني كل هذه النتائج جاءت من الصفر تقريبا. في هذا الفيديو راح أوريكم الأرقام الحقيقية للقناة وأشارككم كل إشي بالضبط، إيش سويت عشان أوصل لهذه النتائج. إذا كنت تفكر تبدأ قناة شورتس عربية لا تفوت هذا الفيديو، لأن النتائج ممكن تفاجئك فعلا وتخليك تتحمس. قبل من كل إشي، إذا ما شفت الجزء الأول أنصحك تشوفه قبل هذا الفيديو، لأن الفيديو موجود بالوصف وهناك شرحت بداية التحدي وكل التفاصيل من البداية. أما الآن خلونا ندخل على القناة ونشوف إيش صار بعد أسبوع تقريبا من نشر فيديو جديد كل يوم. لما بدأت التحدي كانت القناة عندها فقط 40 مشترك وميتة تقريبا، يعني ما أنشر عليها. واليوم بعد حوالي أسبوع وصلت إلى 170 مشترك، والأجمل أنها حققت أكثر من 150 ألف مشاهد. بصراحة يا جماعة ما كنت أتوقع أبدا أن القناة توصل لهذه الأرقام خلال أسبوع واحد فقط. بالنسبة لي هذه البداية ممتازة جدا، خصوصا أن القناة كانت شبه متوقفة وبدون هاشتاجات وبدون طقس وبدون وصف ولا أي شيء، بس فيديو والعنوان. التحدي ما انتهى هنا، ما زلت مستمرا بنشر فيديو جديد كل يوم، والهدف القادم إن شاء الله أن نرفع الريتش أكثر ونوصل إلى مرحلة يكون فيها كل فيديو قادر على تجاوز 50 ألف مشاهدة بسهولة. أما بالنسبة للمحتوى اللي تشوفونه الآن فأنا أبحث عن فيديوهات فيرال على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدها أشتغل عليه من جديد من ناحية المونتاج والسكريبت، وأضيف تعليقا صوتيا خاص بي بحيث يكون الفيديو بأسلوبي وليس مجرد إعادة نشر للمحتوى. وإذا حبيت أقدر أعمل لكم فيديو كامل أشرح فيها الطريقة من البداية للنهاية، كيف أجد الفيديوهات، كيف أختار المحتوى المناسب، كيف أعمل مونتاج، وكيف أستخدم صوت AI طبيعي مجانا إذا ما حبيت تسوي صوتك بالفيديو، وكل التفاصيل اللي أشتغل عليها في القناة. إذا شفتوا أن الفكرة تستحق اكتبوا لي في التعليقات. وإذا لاحظت دعما وتفاعل على هذا الفيديو ممكن يكون الفيديو القادم شرح كامل لكل شيء بالتفاصيل. وبالنسبة لي هذه القناة تعتبر محاولة لإحياء محتوى الفيديوهات الطويلة بعد ما حسيت أن القناة بدأت تنطفئ. مش حسيت، ترى القناة انطفأت، وإن شاء الله مع دعمكم نقدر نرجعها أقوى من قبل. كان هذا تحديد سريع بعد أول أسبوع من التحدي، ونلتقي بعد أيام بأرقام جديدة. سلام.